البداية أقول حتى لا أنسى، أنا لا أسأل، عندي توسعة. هذه التوسعة أعتقد يعني سوف تفيدنا انطلاقا مما قلت، وتعليقا قبل أن أتطرق لما قلته أكاديمي. أنا ما كنت أدرسه في تحليل الخطاب، الآن سمعته منك وهذا شيء جميل، لكن سأحاول أن أوسعه. ما قاله شاعرنا الطيب، الكتابة بالفرنسية، يعني الكتابة بالفرنسية يعني كتابك ربما لو كانت الطبعة والنشر والتسويق. أنا البارح كنت أتحدث مع إنسان وبعض الأشياء لا يمكن زميل يعني مثلا قلت يعني التسويق عندنا يعني بائس، يعني فكنت قلت يعني دلني على دار نشر حتى أنشر يعني في مصر دار عن تعليقا. فأنت كتابك له صلة مباشرة بالفرنسي، حفيد الاستعمار طبعا، ولا نتحدث عن الشعب الفرنسي لأن الحديث عن الشعب الفرنسي شيء، وعن الفكر والفكر الاستعماري والأحزاب الآن شيء آخر، يعني الإنسان لا نخلط. الكتابة باللغة الفرنسية هو خطاب موجه، لو كان التسويق موجه للفرنسي وليس للجزائري، يعني هو يفهمك أكثر مما يفهم ما أكتبه أنا. هذا الذي سمعناه منك الآن في هذه الرواية لو سمعها الفرنسي، الشباب الآن، الجيل الآن سوف يعرف ما فعلته فرنسا في الجزائر، يعني بشكل يعني لا نقول دقيق مثل التاريخ، لكن هناك سوف يعرف أن هناك أحداث يعني تناولتها الرواية وهي أحداث يعني تاريخية. هذا كلام هام جدا، وأرجو يعني مثل ما قلت دائما إذا أردتني أضغط على الضوء الأحمر يعني سأتوقف. بالنسبة لي الفرق ما بين الإحداث أو الكتابة التاريخية والكتابة الروائية التاريخية أو رواية التاريخ، وأن الرواية، وأنت ربما أشرت إلى هذا الذي قصدته، يعني عندنا مقولة في المحاكاة من عهد المحاكاة، يعني هي أصل الكتابة، يعني كل ما دخل الفن جمله الفن. يعني هذه الكلمة العبارة يمكن أن تكتب فيها مجلدات، كل ما دخل الفن جمله الفن. والرواية فن، يعني عند ما الذي يعني أضفته أنت في صفتك روائيا لهذه الأحداث؟ هذا السؤال يعني يبدو بسيط، يعني يبدو يعني سهل. ما الذي أضفته لهذه الأحداث التي ذكرت في منشورات أخرى في كتب أخرى؟ ما الذي أضفته أنت بصفتك فنانا، لأن الرواية فن وأنت فنان؟ الذي أضفته أنه باختصار وأنك جملت هذه الأحداث، جملتها تطبيقا لهذه الفكرة، كل ما دخل الفن جمله الفن. عندما نقرأ نفس الأحداث في كتاب تاريخي سوف نشعر بماذا؟ نشعر يعني لا نشعر بشيء جميل، لا نشعر بشيء يعني بالفن بقيمة فنية، إنما نشعر بحقائق يعني صارمة ثابتة بالأدلة لا تحتاج يقبلها العقل يعني مباشرة، قال في بيسا كذا كذا. لكن العملية الكتابية عندما نكتب يعني عن الرواية التاريخية يعني للفنان، وهذا يعني أنت مطالب به، يعني ما دام تكتب رواية أن تضيف، أن تترك النواة، ما نسميها نواة الحدث. مثلا معركة بيسا تتركها كما هي تاريخية، لا يمكن. أنا كنت قلت كلام على يعني الرواية التاريخية، والتاريخية لا يمكن للروائي ولا يجوز له وليس له الحق في أن يزعزع أو يخلخل النواة معناها هي القصة كما حدثت تاريخيا، إنما عليه أن يتركها ويبني حولها أحداث. هذا الذي يبنيه، ما الذي يضيفه؟ البناء معناه هو إضافة، أن نضيف أحداث، أن نضيف أشخاص، أن نضيف سياقات معينة يعني غير موجودة. وهذا ما يعطيها طبعا. لماذا؟ لأن أنت تكتب يعني تكتب يعني كيف نقول يعني برؤية أو بفنية خيالية. ما تقوله أنت حول الحدث هو الذي يعتبر إبداعا. يعني ما تقوله، تأتي بشخصية، هذا الجنرال مثلا تأتي بشخصية غير موجودة أصلا، شخصية طارئة، وتأتي بهذه الشخصية الطارئة لتتواصل مع هذا الجنرال من أجل فكرة تريد أن تقولها. يعني معناه أنت استخرجت يعني الذي يعني أردت أن أقوله هو أتوقف هو هذا القيمة الجمالية في الرواية. شكرا.
ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي غول إيناس. أود أن أعبر عن امتناني الكبير لهذا التكريم، فهو شرف عظيم لي أن أكون معكم اليوم. كانت الكتابة دائما شغفي ورحلتي معها لم تكن سهلة، بل كانت مليئة بالتحديات والتعلم والإبداع، لكنها علمتني أن الكلمة الصادقة قادرة على أن تصنع فرقا. يشرفني أن أكون قد تأهلت ضمن القائمة الذهبية لدار لقمان المصرية، وكنت المتمثلة الوحيدة للجزائر ضمن هذه القائمة. كما فزت في إحدى مسابقات دار أسامة للنشر عن قصة سلجوبة ونحولة، إلى جانب أن لدي عدد كبير من الكتب الإلكترونية، وتعاونت مع دار تميز الثقافية للنشر الإلكتروني الفلسطينية. كما لدي مجموعة من قصص الأطفال، وأسعى من خلالها إلى غرس القيم بأسلوب بسيط قريب من الطفل. وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لوالدي العزيزين على دعمهما الدائم وثقتهما بي. كما أتوجه بشكري للأستاذة هديل أبو جاموس، وشكر خاص للسيد خالد علي الواحد على تشجيعه ومساندته. هذا التكريم حافز لي لمواصلة العطاء، وأعدكم أن أستمر في تطوير نفسي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.